زمان يعني كنت بستغرب ازاي جمهور نادي الزمالك في المدرج بيجيب سيرة ستات ويخوض في أعراض لعيبة ويقعدوا يجيبوا سيرة ستات وحريم في المدرج لحد ما وقع في ايدي كده فيديو. أنا فهمت من بعدها بقى الدنيا بتمشي ازاي في النادي ده. اسمع معايا كده. اخدتوا اللقب المزور، خليكوا فاكرين بتقولوا مبادئ اخلاق، وانتوا اولاد الخمرجي صالح سيلين. أهي، تخيل دي نسوان دي حريمهم، هم أصلا كده. فهم عالم وسخة مع بعض، يعني هم أصلا الوساخة كلها مع بعضيهم، هم كلهم على بعض كده. فأنا مش مستغرب بعد كده. يعني انا بقول يا ابني ما فيش واحد فيكم ذكر يقول لا يا جدعان ما ينفعش نجيب سيره ستات، ما ينفع، احنا عندنا حريم، انا راجل بحافظ على بيتي وبتاع، ما ينفعش اجيب سيره حريم بره. لا، هم اصلا كلهم كده، هم كلهم عالم زباله كده مع بعض. فيجيبوا بقى في سيره ستات ويقودوا في اعراض في المدرجات عادي ومفيش مشكله. اهو، يعني هو هيعمل حساب للستات ليه؟ ما الستات اصلا بيقولوا كده. يعني تخيل دي اخلاق نسوانهم، اخلاق رجالتهم هتبقى عامله ازاي؟ اكيد هم الاثنين زي بعض، يعني ما اتنين عالم زباله زي بعض. فخلاص انا ما بقتش استغرب من اي حاجه دلوقتي. خلاص، المدرج بقى مباح لاي حاجه بتتقال. اغلط يا باشا في ستات قاعدين في بيوت، خد اعراض ناس، اغلط في ستات ومش عارف ايه، خلاص. مش حد لا بيحاسب ولا حد بيتكلم. والمشكله بقى ان يجي واحد فرقه زي الزمالك امبارح يقول لك انا بقدم شكوى في جمهور الاهلي عشان سباب جماعي. سباب ايه؟ سباب ايه يا عالم يا بجحه؟ يا عالم يا زباله، سباب ايه؟ انتوا مش سامعين؟ انتوا مش سامعين؟ انتوا كل ماتش بتخوضوا في اعراض مرات امام عاشور ومرات زيزو، وبتخوضوا في اعراض كل الناس وناس ميته. الخمرجي صالح سليم الانضف من بلدكم، اللي انضف من يعني جزمتهم انضف منكم كلكم على بعض. اهو، وبتكلم علينا احنا بتقول سباب ومش سباب. والله العظيم ما فيكم حد نضيف اقسم بالله. واهو كده كده عرفنا اخلاقكم خلاص. فشكرا، ان عمليه خلصانه يعني.